اول حاجه نعملها واحنا بنختار اللون ان هو لازم نعمل مود بورد، نشوف الالوان على بعض، لازم تبقى ماتشنج وبلندنج. فاول حاجه نعمل مود بورد، ومش بس الالوان، بتحط معاها الماتيريالز المختلفه، الخشب، الحاجات الماتيريالز تانية، الرخام اللي هنستعملها في البيت. لو هي يعني حسينا ان هي ماتشنج اور بيرسوناليتي، بنبتدي بقى نعملها بفيجوال سيستم زي 3 دي ماكس او ريندرز، نبتدي نشوفها وانس ان هي عجبتنا نبتدي نشوفها في الحقيقه على سامبلز كبيره، ما نعتمدش على العينات الصغيره، لان اما بتيجي تعملها على كذا حيطه مختلفه تبتدي بقى تشوف الاضاءه هنا غير هنا، بتبتدي تحس بالمكان اكتر. انا بصراحه لو هختار الوان بيتي، انا بحب البحر قوي بصراحه، هاخد الثيم اللي هو السمر ثيم، فانا اخترت لون اسمه ديو دروب داي، ده للون اللي هو الماجوريتي اللي هو ابيض، والهاي سبيريتس ده اللي هو الازرق الفاتح، والكولر اسمه ستورم بلو ده بقى للحتت اللي عايزين نعمل عليها هايلايت. يعني لو هسمي ديو دروب داي اسم بالعربي هسميه ندى، ولو هسمي هاي سبيريتس هسميه حياة، ستورم بلو هسميه غموض. انا شخصيا دي الباليت يعني اللي هتبقى مريحة بالنسبة لي.